السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده الأهلي. الله عليك يا أهلي. الأهلي لما بيضرب جامد. الأهلي على أعتاب التعاقد مع صفقتين جداد، حاجة في منتهى الروعة. إن شاء الله بإذن الله تتم على خير وتكمل إن شاء الله. لاعبين والسن صغير، وحاجة منهم لاعب صاروخ ولاعب مكسر الدنيا مع فريقه وهو عنده 17 سنة بيلعب. نبدأ باللاعب أحمد الضوي، لاعب النجم الساحلي، لاعب عنده 19 سنة ومكسر الدنيا في الدوري التونسي مع النجم الساحلي. بيقول لك عليه لاعب كأنه بدأ لاعب كبير بالظبط، لاعب مهاجم من الدرجة الأولى، وهو ده اللي محتاجه الأهلي في المركز ده قبل كأس العالم للأندية. تدعيم كل الصفوف. يمكن الأهلي أو إدارة النادي الأهلي سمعت كلام الشيخ طه اسماعيل بعد مباراة فاركو لما قال النادي الأهلي المفروض يفك ومن جيبه ويجيب صفقات جديدة علشان بطولة كأس العالم للأندية. ولكن الحمد لله بدأت الظواهر تبان. النهاردة يا سادة النادي الأهلي على أعتاب الصفقة ديت اللي هو أحمد الضوي، وإن شاء الله بإذن الله هتخلص. ليه بقى؟ لأن في حاجات كتيرة قوي تربط ما بين الصفقة واللاعب نفسه يلعب فين وعاوز يجي فين وعاوز يظهر أكتر. لأنه لو استمر مع النجم الساحلي في الدوري في التونسي مش هيظهر ولا هيبان زي في النادي الأهلي. نجمه هيعلى وهيبان أكتر وأكتر، وخصوصا إن النادي الأهلي ليه فلوس عند النجم الساحلي من باقي غرامات اللي على اللاعب الهارب سليماني كولوبالي لاعب النادي الأهلي. فكده كده النجم الساحلي عليه اقساط، فلازم يدفع للنادي الاهلي ويغير ويخلص الاقساط اللي عليه والفلوس اللي عليه. فكده كده ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق في الصفقه. اما الصاروخ الجديد بقى يا ساده، الصاروخ اللي ان شاء الله باذن الله لو جه الدوري المصري هيغير كتير مع النادي الاهلي وهيبقى ليه شأن كبير قوي 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 في الكره المصريه. اللاعب الغاني دانيال افري، لاعب من غانا بيلعب في الدوري المحلي. وتخيلوا يا سادة غانا لما كانت في كأس العالم، لما كانت ضمة 25 لاعب منهم 24 لاعب محترف في الخارج، ولكن ضم اللاعب ده اللي هو بيلعب في الدوري المحلي في غانا. وكمان فين ضماه لقائمة منتخب غانا في كأس العالم، كان من ضمن القائمة. لكن لم يسعفه الحظ. اللاعب مع صغر سنه، لاعب عنده 21 سنة، دانيال افري عنده 21 سنة بالظبط. وكمان في شهر 6 اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هيكمل ال 21 سنة. ده هينضم، هيبقى طبعا هو واحمد الضوي ان شاء الله باذن الله لو انضموا هيكونوا تبع الاشبال، هيتسجلوا تبع الاشبال في النادي الاهلي مش في الفريق الاول. ولكن هيكسر الدنيا اللاعب دوت. لاعب غني، بيقول لك لاعب مهاري وسريع جدا جدا جدا، وزي ما بقول لكم كده. وكان من حسن الحظ ان هو كان مع منتخب غانا اللاعب الوحيد المحلي اللي كان موجود في قائمه منتخب غانا، ولكن لم يسعفه الحظ للعب في اي من المباريات الثلاثه اللي لعبتهم غانا في كأس العالم الماضيه في قطر. وهروب لاعب الزمالك، نادي الزمالك، لاعب الطايره من نادي الزمالك، بعد ما اللاعب ليه 3 شهور بيلعب في الزمالك وما خدش ولا جنيه من مستحقاته. فقال لك خلاص بقى الصبح النهارده فين اللاعب، يرنوا عليه ويشوفوه فين ويسالوا عليه. قال لك اللاعب خد بعضه ومشي. قال لك كفايه على كده يا عم، بقى لي 3 شهور ولا خد فلوس ولا اتدفعت له اي مقدمات ولا اي حاجه. قال لك هقعد اعمل ايه؟ بعد كمان والاكتر والامر في اللي جاي، بعد حجز ممدوح عباس على نادي الزمالك، ارصده نادي الزمالك اللي هو الممدوح عباس ليه كام مليون؟ 45 مليون يا ساده. والزمالك لحد الان ما عندوش راعي في الدوري المصري ولا اي حاجه.
لا يمتلك رعاة ولا يمتلك عروض، ولكن مرتضى منصور طالع بيضحك على جمهوره وبيقول له رئيس النادي الاهلي بيبيع الوهم لجمهور النادي الاهلي، مفيش رعايه بمليارات ولا الكلام دوت. طب ده اول حاجه هيعملها النادي الاهلي ان شاء الله. وفي لاعب بيقول لك لاعب كبير كمان جاي في الصفقه اللي جايه ان شاء الله، هيبقوا 3 صفقات اجنبيه للنادي الاهلي ان شاء الله هتتخطى 3 مليون دولار. فالله اكبر على النادي الاهلي، والله اكبر على صواريخ النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته امام سموحه يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله، ونفضل متصدرين في الدوري، علشان عمرو الدرديري طالع بيهلفظ باي كلام ويقول لك لاعب الجوله واللجان الالكترونيه اللي بتصوت للاعب الجوله في النادي الاهلي. هو الموضوع مش موضوع لجان الكترونيه ولا حاجه، ولكن شعبيه النادي الاهلي. الرعايه بتيجي من فين؟ من الشعبيه ومن الجماهيريه. شعبيه النادي الاهلي تخطت كل الحدود يا ساده، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم باذن الله، واتمام الصفقات على خير باذن الله، واللحاق بهم قبل كاس العالم للانديه ان شاء الله في المغرب. وكل التوفيق للنادي الاهلي، وما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.